بيراميدز بيتعادل 0-0 والاهلي بيتعادل 0-0. الاتنين في جنوب افريقيا، بس فرق كبير بين الفرقه اللي عارفه حجمها وقيمتها وشخصيتها، والفرقه اللي عارفه ان هي بالونه وبتكسب هنا بالحكام، فبالتالي رايحه هناك بتدافع مش بال11 لاعب، ده الاحتياطي دي كان ناقص بس كولر ينزل 2 حراس مرمى. اعزائي الهبيد، اهلا بيكم في فيديو جديد من هبده مرتده. بيراميدز بيلعب اورلاندو اللي هو اقوى بكتير من سان داونز. يعني سان داونز النسخه دي السنه دي اقل بكتير من اي سنه فات. الكلام ده شفناه يمكن قدام الترجي التونسي. الترجي التونسي يعني كان احق ان هو يصعد عن فريق سان داونز. النهارده الاهلي بيدافع بال11 لاعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، تضييع وقت غير عادي. ياسر ابراهيم بيقع 3 4 مرات، امام عاشور بيقع 5 6 مرات، جرادي شار بيقع 6 7 مرات، العش بيقع 5 6 مرات. الماتش كله ما تلعبش فيه حوالي 10 دقايق كوره. واتفرج على الاحصائيات هنا وهنا بقى. الاحصائيات في الشوط الاول سان داونز 80% مقابل 20% للاهلي. الشوط الثاني 79 مقابل 21. يعني سان داونز ماسك الكوره، مفيش خطوره، مفيش كور خطيره على الشناوي، لكن انت واقف ب 10 لعيبه واقفين قدام الصندوق، من فين هتيجي الخطوره؟ لكن اتفرج على ماتش بيراميدز بقى، وبيراميدز اللي عارف ان هو فرقه تقيله وفرقه قويه، بيدافع ويهاجم ويروح على الجون وايجابي وفتح خطوطه. مع ان اورلاندو اقوى بكتير من سان داونز، لكن الفرق بقى في الشخصيه. فرق ان انا واثق في نفسي، وواثق ان انا عندي لعيب الكوره مش بلالين منفوخه على الفاضي، مش بلالين اعلاميه يعني. لكن وصن داونز وبيراميدز سجل هدف صحيح 100% على فكرة. الجون بتاع فاسيو مايلي ده راجع من المدافع صحيح 100%. والجون التاني اللي سجله اللي خبط في ايد صديق اجولا، ماشي انا اقول لك ده يتلغي، لكن حق ربنا النهارده بيراميدز يبقى كسبان 1-0، مروح من جنوب افريقيا كسبان 1-0. غير بقى الفرقة اللي هي التانية اللي هي الأهلي اللي بيدافع قاعد يضيع وقت غير عادي. ده حتى في الإحصائيات في الباص، فرق 300 باص في الشوط التاني. يعني فرق 300 باص بين الأهلي وسان داونز. فانتوا بتعرفوا حجمكم، وحجمكم بيبان قوي قدام الفرق التقيلة اللي انت مش هتعرف تشتري فيها حكام. يعني انت لما بتيجي تلعب بيراميدز هنا، انت عارف ان انت بتظبط الحكم ازاي، فبترد لك واحد عشان تقدر تتعادل مع بيراميدز. انا توقعاتي ان بيراميدز اعتقد ان هو هيحقق السنه دي ثلاثيه. هياخد افريقيا، لو الاهلي صعد من صن داونز هياخدها من الاهلي. هياخد افريقيا وهياخد الدوري وهياخد الكاس. فكركم بالكلام ده بعد ال3 بطولات ما يخلصوا. الاهلي بيراميدز هيبقى بطل افريقيا والدوري والكاس وهيحقق الثلاثيه. ما كانش ياخد كمان السوبر المصري والسوبر الافريقي، وهيحقق الخماسيه. هي دي الخلاصه، صح؟ سلام.